العمال الكردستاني باكك حركة يونيتا أبدت أنغولا مقاومة عظيمة ضد الاستعمار البرتغالي منذ أوائل الخمسينيات ولغاية عام 74، وبعد المقاومة التي قادتها الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا وحركة الاتحاد الوطني من أجل استغلال أنغولا التام يونيتا والحركة الشعبية لتحرير أنغولا، أجبر البرتغاليون أخيرا على مغادرة أنغولا ذاك العام. ألهم انتصار أنغولا الشعوب المضطهدة النضال من أجل التحرير الوطني، ولكن للأسف فهم لم يتركوا إرثا للنضال ضد الاحتلال فحسب، بل تركوا أيضا مفهوما جديدا للحرب الأهلية في العالم، اليونيتا. إن ثروة الموارد الجوفية والسطحية والمياه النظيفة والمناخ المناسب لنمو البن يمكن أن يكون سببا لثراء أنغولا، لكن هذا لم يحدث. فبعد انسحاب المحتلين ومغادرتهم البلاد، بدأت حركة يونيتا بشن هجمات على الحكومة المركزية التي تحررت من الاستعمار البرتغالي. الحكومة المبنية على أساس يونيتا الاتحاد كانت تحارب وتهاجم لأسباب أيديولوجية واختلافات فكرية، وزعموا أنهم سيبنون أنغولا حرة وأكثر ثراء، لكن هذا لم يكن الهدف أبدا، بل القضية كانت تتمثل في أن عالم الاستعمار والاستعباد يتقاتل على أنغولا. كانت يونيتا تهاجم وتحارب دون قبول هدنات وقف إطلاق النار أو المطالبة بشيء، هدفها الوحيد كان تدمير الحركة الشعبية لتحرير أنغولا. استمرت حرب الوكالة التي عملت فيها يونيتا كمرتزقة ووكلاء للمستعمرين 27 عاما، أسفرت عن مقتل نصف مليون أنغولي. دمرت هذه الحرب البلاد وتركته رمادا. يونيتا التي بدأت نضالها على الخط اليساري الماوي التجأت لأمريكا وتحولت إلى قوة تتجسد مهامها فقط في قتل جيشها وشرطتها وتدمير بلدها. استمر هذا الوضع لغاية مصرع زعيم حركة يونيتا جوناس سافيمبي عام 2002. بعد هذه الحرب المعقدة التي كانت تدور ريحها في ظل مصطلحات أيديولوجية والمدعومة من القوى الأجنبية وتهريب الماس، تم خضع عالم السياسة عن مفهوم جديد وهو يونيتا، حيث يقوم خط الخيانة والارتزاق والجحوشية بتنظيم صفوفه في ظل هذا الاسم، نمط يونيتا الباككا. عندما ننظر إلى تاريخ الكرد في 100 عام الأخيرة يتضح لنا أنه بشكل عام يشبه واقع أنغولا، وبالأخص أزمة الشرق الأوسط بعد تسعينيات القرن الماضي التي تحولت إلى حرب أهلية، فهي تتشابه إلى حد كبير مع تاريخ أنغولا. ففي تاريخنا لعب باككا دور يونيتا المتجسد في محاولة تدمير الإنجازات والمكاسب الكردية. فمنذ عام 74 ما نفذه باككا من هجمات أيديولوجية وعسكرية وسياسية ضد الحركات والشخصيات الكردية أكثر بكثير من محتل كردستان، وبالأخص في إقليم كردستان، حيث بات يونيتا الباككا أكثر وضوحا. واليوم تعكس المعارضة المستمرة والمنظمة والممنهجة لإدارة وإعلام باككا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني وبارزاني والمستندة إلى حجج سياسية أيديولوجية تعكس حقيقة يونيتا الباككا على الساحة الكردستانية. فمنذ انتصار ثورة إقليم كردستان عام 91 على فاشية استعمار صدام، تم طرد المحتل من السليمانية ودهوك وأربيل، ومنذ ذلك الحين وليومنا هذا أدار باككا فوهة بنادقه نحو إقليم كردستان. ومنذ ذلك التاريخ لم يقم حزب أو تنظيم في الإقليم بمهاجمة الباككا أو الاعتداء عليه، بل على العكس تماما، نفذ باككا كافة أشكال الهجمات ضدهم بالوكالة وبأوامر المحتلين. ففي عام 92 أعلن باككا أن برلمان الكرد في أربيل، والذي كان يصارع من أجل البقاء في ظل حصار خانق وإقصاء إقليمي، وصفه بالتخلف والرجعية، وبدأ بشن هجماته على الإقليم متزعما أن قوات الإقليم تريد منع قيام دولة كردية. وبعد عودة أوجلان لحضن تركيا في إمرالي، قال إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول تأسيس دولة وتغيير الحدود، وهذا تخلف ورجعية، وهاجم حكومة إقليم كردستان بهذه الذريعة الواهية. واليوم يهاجم باككا الديمقراطي الكردستاني بذريعة أن الأخير يتعاون مع الدولة تركيا، لكن باككا متمركز في ظل الجبهة الشيعية العراقية ولا يسمحون بتقسيم الدولة العراقية، في حين لا يدخرون جهدا برلمانيا وحكوميا وقضايا وعسكريا واقتصاديا للقضاء على كيان إقليم كردستان. فباككا ضد دولة كردستان فقط لا غير، وليس ضد الدولة العراقية أو غيرها من الدول المحتلة لكردستان. باككا يزعم أنه ضد الحرب، لكنه يهاجم الديمقراطي الكردستاني بكل قوته وكافة الإمكانيات الإيرانية، يمنع تحركات باككا إيران وقوات كومالا وتمركزهما على حدود رجالات كردستان وإيران،
باكيكا محترف خبير في تدمير الحركات الكردستانية والقضاء عليها، ولا يزال يستخدم هذه الخبرة ضد المكونات الرئيسية في رجالات كردستان أمثال بادك إيران، كومالا وباك، ويجعل هذه الحركات تتقاتل وتحارب فيما بينها. كان باكيكا يقول بشكل ضمني على وسائل الإعلام أن حركات وتنظيمات رجالات كردستان هي حركات متخلفة ورجعية، بل في الحقيقة أعلن باكيكا الحرب على هذه القوى الكردستانية. منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى اليوم أداروا حربا مسلحة ضد حركات ومنظمات مثل كوك كاوا وآلا رزقاري دادا كدا وغيرها في باكور كردستان، واغتالوا نشطاء وقادة وزعماء هذه التنظيمات كفريد أوزون وعلاء الدين قبلان. منذ عام 86 قتل العشرات من الكرد السائرين على نهج ومسيرة البارزاني على يد باكيكا في روجافا كردستان. بعد عام 2002 تصاعدت وتيرة هذه العمليات المعادية للكرد. في المقابل لم يقتل باكيكا لغاية اليوم أي مسؤول سوري أو عميل للدولة السورية، لكنهم اغتالوا من بهزات دورسن إلى نصر الدين برهك العديد من مناضلي الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. لغاية اليوم لم يقم باكيكا والكيانات التابعة له في روجافا كردستان بإحراق أي مؤسسة من مؤسسات الدولة السورية أو مقر لها. ولن تروا أن باكيكا قد أحرق ولو علما للدول المحتلة لكردستان. فهل بإمكانكم رؤية علم سوري أو إيراني يحرق من قبل باكيكا أو على يد أتباعها؟ لكن بخلاف علم كردستان فبإمكانكم رؤية حرقه والاستهانة به بشكل متكرر وشبه يومي على يد باكيكا. إن الحمض النووي لباكيكا يتكون من جينات تهدف إلى تدمير التقدم والتطور وإنجازات الشعب الكردي، وهذا هو نمط وشكل يونيتا الباكيكا. وبدون رؤية هذه الحقيقة عن باكيكا لا يقدر أي جزء من كردستان من الوقوف صامدا على قدميه. انهارت حركة يونيتا الاتحاد الأنغولية بعد قتل نصف مليون أنغولي ودمار بلادهم، وعندما علمت أنها ستنهار كانت تصبح أكثر تطرفا وعنفا. بخلاف الباكيكا فهو يملك العديد من الخيارات، فإذا لم تصلح إيران التجأت إلى العراق، وإن انتفت العراق من الساحة لجأت لتركيا. يستخدم باكيكا أي محتل مستعمر معاد للكيان الدستوري والمشروع لأربيل أينما وجد. يعادي باكيكا أي حركة أو تنظيم كردي أينما حل وارتحل. نموذج يونيتا الذي تبناه باكيكا مطابق تماما لليونيتا الأنغولية، بل يونيتا الباكيكا أكثر خطورة وتنظيما بكثير. ينبغي على الشعب الكردي أن يتحرر ويتخلص من يونيتا الباكيكا هذه، والتي أصبحت سرطانا ينخر جسد الكرد.